السلام عليكم ورحمة الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا اقتراح اللي غزال صيفي وصحي بامتياز. غادي نشوفوا مع بعضياتنا هربل او لا القمح المفسوخ. غادي نشوفوا معايا بواحد الطريقه زوينه ولذيذ بزاف، ما تشبعوش منه، كيبرد على القلب وكيف قلت صحي. اخواتي، الوصفه اللي كيحماقوا عليها وليدات اختي، يعني هادو كيبغيوها بزاف، وبصراحه شي حاجه لذيذه تاكلوا فيه وتعاودوا. ان شاء الله هذا الاقتراح ينال الاستحسان ديالكم. متاكده بزاف بانكم غادي ديروه ان شاء الله وتعاودوا. وغادي نشارككم اولا نتشارك معكم اشنو صيفطات لي اختي بديعه، متتبعه وفيه القناه منذ بدايه القناه، وهاد الاخت حاضره معايا. اختي بديعه غادي نقول لك من البدايه ديال الفيديو شكرا لك، والله يجازيك بخير. شكرا لك اختي بديعه. نبداو بالوصفه هي الاولى اللي غادي نتقاسموا مع بعضياتنا، اولا اللي غادي نشارككم في هذا الفيديو، اللي هي هربل اولا القمح المفسوخ. كناخذوا القمح كيتباع اللي مهرس. هنا كيبان لكم لذيذه ديال ولد اختي كينقيها معايا. انايا كنت حطيت يعني هكا، حطيت الكاميرا وبديت كنصور وهو يحط يدو قال لي واش كتوجدي لينا؟ قلت له والله ما غادي نحذف هذا المقطع، خليك معايا. كنبداو نقيو. هو الاول كنجيبو انا من الطاحونه. هادشي علاش كندوز فيه يديا باش نحيد منه، يا اما كيكون هكا شي حاجه راكم عارفين، ولا كيكون مخلطين معاه. بعض المرات كنلقاو عديسه، نلقاو شي حاجه هكا ولا شي عويدات نحيدوهم. ضروري انني كنقيه كيف كتشوفوا معايا شويه بشويه. هو القمح صحيح غير مهرس واحد الضريبات بحال هكايا. بعد ما كنقيه مزيان راه متوفر، يا اما في الطاحونه يا اما عند البقال اللي كتقداو من عنده. غادي نفرغ عليه كميه ديال الماء. غير تبعوا معايا اخواتي الخطوات ديال التحضير ديالو، بحال الا غادي نغسل كيف كنقولوا الزرع، اولا غادي نغسلو هنايا الروز كيحيد النشا. وبما ان القمح مهرس يعني حتى هويا فيه وداك النشا اولا يعني راكم عرفتوا. المهم داك الماء الابيض اللي كيكون فيه كنغسل وكنحك بيديا، كنفرك بيديا. شوفوا معايا، واخا نقيت يعني ملي كندير ديك الحركه اللي كنبقى نفرك به بين يديا غادي يحيد لينا. الا فيه شي شوائب كنحيدوه ونعاود نغسل مره وجوج وثلاثه. هنايا راه بان ليا هذاك الاناء صغير اولا البانيو صغير، غادي نمرحو في واحد البانيو اللي هو شويه كبير. كل ما درت الماء نخليه بضع دقائق، غير واحد شويه كيف كنقولوا هكا، باش يطلق ليا داك النشا اللي كيكون فيه مزيان. الدور اللي ديال هاد النشا اللي غادي نحيدو منه، علاش خاصنا نحيدوه؟ باش ما يتلصقش لينا وما يتعجنش، لاننا غادي نفوروه والحبه كتجي كتلقط اختها. يعني الاخوات كيتخوفوا من يفوروا غير كسكسو اولا الروز، ان شاء الله حنا غادي نفوروا القمح وغادي يبقى مفروز. كيف كتشوفوا معايا هذا هو الماء اللي كنحيدو منه. غادي يبدا يبان لينا داك القميحه صفراء، اللون ديالها صافي. من بعد عاد غادي نفرغ عليه كميه ديال الماء ونخليه يرطب فيها تقريبا واحد نص ساعه او لا اكثر. نخليوه كل ما كان عندنا الوقت نخليوه يرطب واحد شويه صافي، وغادي نصفيه. يعني هنايا غادي نشوفوا الماء ديالو كيفاش صفى وكيفاش ولا. دابا هاد الكميه اللي فرغت عليه غادي نخليها فيه يرطب كيف قلت واحد نص ساعه ونرجع ليه ان شاء الله. غادي نصفيه نخليه يتسقطر في الكسكاس حتى كيتسقطر منه الماء بزاف. كامل داك المياه اللي كتكون فيه يبدا عندنا القميحه ناشفه. صافي كندير البرمه كيف كنفوروا الكسكسو او السميده. ندير البرمه تغلى، غير هي كندير فيها كميه بزايد ديال الماء. هنا فاش كنشوف البخار بدا كيطلع غادي نغطيه بواحد المنيديل اولا بواحد سريبيته باش كيرجع عليه الصهد ديالو اولا البخار وكيطيب مزيان. نخليه تقريبا واحد 20 دقيقه وهو من مني كيبدا يفور.
اولا ملي كيبدا البخار نخليه تقريبا 21 دقيقه. هو كيبان لكم انا هنا غير كنبين لكم البخار وغادي نغطي عليه ونخليه. غير تبعوا معايا الخطوات. انا درت كيلو هنايا ديال هاد هربل وراه ما شاء الله كيضاعف الحجم ديالو وتكال في نهارو من كثره اللذه ديالو. بعد ما كيفور كيكون هذه هي النتيجه ديالو. غادي ناخذ القصريه وكنقلبوا فيها. كنحاول انني نهرسو بهذه الطريقه هذه بواحد المغرفه ولا المهم راكم عارفين لانه سخون. غير نقص منه كيف كنقولوا شويه ديال البروده او انا بروده قولوا لي سخونيه دخلوا شويه ديال البروده. والماء عندي مغلي اللي كان في البرمه هو اللي غادي نفرغ هنايا. بغيتو ديروا الملح دابا غادي نديروا كميه ديال الملح. انا ما درتهاش دابا، من بعد غادي نشوفوني فوقاش غادي نديرو. غادي نفرغ عليه حتى غادي يتغطى بهذه الطريقه هذه. يعني نحاول انني نغطيه بالماء مغلي اللي كان عندنا في البرمه. نرجع ليه وغادي نلقاه على هذا الشكل هذا اللي غادي نشوفوا معايا دابا. ما شاء الله شرب الماء كامل تقريبا. واحد شويه بقى لينا في الكاع ديال القصريه ماشي مشكل. انا هنايا عاد درت الملح ممكن ديروها في الماء صافي. وغادي ندير فيه هاد الكميه ديال الملح باش كيجينا بنين ولذيذ. وغادي في اخر الفيديو اولا في التقديم ديالو غادي نشوفوا معايا غادي يتكال على الطيبه ديال حلو ومالح. اللي بغى شي حاجه غادي يلقاها ان شاء الله. صافي هنايا راه تشرب ليا داك الماء وغادي ناخذ الكسكاس ونحطو فيه. يعني واخا يبقى لكم شويه ديال الماء في القاعده ديال القصريه ماشي مشكل لاننا غادي نخليوه يتسقطر عاود شويه في هذا الكسكاس. كل ما كان عندكم الوقت خليوه يتشرب مزيان. هنا راه ولاد اختي كانوا ملهوفين فوقاش خاصهم ياكلوا هاد هربل هذا. هانتوما كتشوفوا معايا راه تشرب مزيان. عليت بواحد البينيو باش الا عندي شويه ديال الماء هكايا يتسقطر فيه وما يجيناش معجن نهائيا. قلت لكم حبه تلقط اختها بحال السميده اولا بحال الروز مفور. صافي غادي نفوروا المره الثانيه. وفي هاد الوقيته راني دايره كميه عاود ديال الماء في البرمه باش كتغلى حتى هي، يعني كميه مزايد. لكن اخواتي على حساب هاد القمح اللي عندكم نتوما واش طياب او لا. ممكن تحتاجوا في هاد الخطوه هذه ملي غادي نتقلبوه في البرمه. يعني ها هو يفار. يعني الفوره الثانيه الاولى كانت غير من الماء مغسول والثانيه هي بعد ما شرب داك الماء المغلي. كنحاول نوصل لكم الفكره اخواتي مضبوطه لان الاخوات المبتدئات راهم شويه المهم ما زعمينش، ولكن وصفه اللي هي سهله وفي نفس الوقت تستافدوا منها ان شاء الله. يعني داك الماء اللي عندكم تاني دابا كيغلى غادي نتقيسوا بعدا الحبه ديال القمح الا لقيتوه طايب يعني كيتكال رطب كي كنقولوا كيدوب في الفم او كتلصق هكايا رطبه ما تحتاجوش تفرغوا عليه الماء طايب. بان لكم شويه خاصو طياب غادي نطرشوه بالماء المغلي. هذاك الماء اللي بقى لكم في البرمه هزوه شويه بالمغرفه وبقاو ترشوا شويه شويه وخليوه يتشرب عاود على جنب. ذوقوا المليحه عاود وديروه يفور المره الثانيه. انا هنا ما احتاجيتش للامانه ما احتاجيتش انني نفورو المره الثانيه لان كان رطب. خليته رطاب مزيان وغسلته مزيان وكان كي كنقولوا قمح طياب كل قمح كيف هو. صافي هذا يعني الفوره الثانيه كان واجد. غادي نخليه هكايا في القصريه حتى غادي يبرد لانه كيتكال بطبيعه الحال بارد. وهنا كنبين لكم خواتاتي ان القميحه مفروزه. كيفاش كيتقدم هاد هربل هذا؟ كيتقدم بجوج طرق حلو ومالح. المذاق المالح كيمشي مع اللبن، يعني كنسكيو زليفات باللبن اللي كناخذوه بحال سيكوك
وممكن اننا ناخذوه بالرايب اللي كيكون حلو. منين كناخذوه بالرايب عفوا، غادي ناخذوه ان شاء الله بالمكسرات او لا بالفواكه كيف غادي تشوفوا معايا. هنا هذا غادي يتخاد باللبن، وانا كيعجبني شي حاجه سميتها سيكوك او لا كيف كنقولوا هكايا. هاد الربل هذا عزاز عليا بزاف. وهنايا زينتو او لا قدمته بالفواكه الجافه، فيه الزبيب، فيه شويه ديال الكركاع، فيه شويه ديال المشماش يابس، وكانوا عندي هاد الفواكه اللي في المجمد حتى هما وضفتهم. ممكن انكم تاخذوا غير تفاح، البنان مقطع، الفواكه دابا شويه ديال الخوخ، يعني شي حاجه اللي مقطعها كرقيقه وديروها معاهم. شوفوا معايا اللي بقى ليا درتو في واحد البواطه اولا في واحد العلبه، وكنديرو في الثلاجه كيتقدم بارد. بالنسبه العادي باللبن ممكن ما ديروش فيه هاد المكسرات، لكن بالرايب قدموه على هاد الشكل هذا اولا بهاد الفواكه. صدقوني شي حاجه اللي لذيذه 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 بزاف، ما تشبعوش منه. كنشكر فيه ونعاود لانني عارفه اللذه ديالو. وهاد الكميه اللي كتشوفوا معايا ما صبحاتش للصباح كيف كنقولوا. انا قلت لكم غادي نديرو في هذا العلبه ونحتفظوا به في الثلاجه، لكن ما شاء الله الوليدات خداوه بصحتهم وراحتهم، كلاو فيه وعاودوا بمذاق ديال الرايب والفواكه، يعني عجبهم. نتمنى خواتاتي حتى نتوما تستافدوا معايا في هذه الوصفه اولا من هذه الوصفه، وتجربوه الوليدات ديالكم بالصحه والراحه. وفي اخر هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم كيف قلت لكم في البدايه اولا في العنوان اشنو صيفطت لي اختي بديعه. اختي بديعه متتبعه وفيه للقناه منذ بدايه القناه، يعني في الفيديوهات الاولين تعرفت عليها من خلال التعاليق. واللي زاد ربطني بها بزاف هي ادمين اولا جروب في المجموعه ديالي ديال الواتساب اللي فيها اخوات ما شاء الله عزازات على قلبي كاملين، وكاع المتتبعات ديالي عزازات على قلبي كاملين، كاع المتتبعات من طنجة للقويرة. اختي بديعة عرفت بأن تزاد عند بنتي، يعني أنا جدة دابا، زاد عند بنتي وليد وصيفطات ليها هاد الهدية، وقلت ما غاديش ما يفوتنيش انني نتقاسمها معكم. والله ما كنت عارفه هذا غادي تكون صيفطات لي، يعني ما كنعرفوش بعضياتنا، ولكن الحمد لله من اليوتيوب تعرفت على اخوات طيبات الله يجازيهم بخير، واختي بديعه وحده منهم. متتبعاتي الغاليات كلهم راقيات طيبات، صيفطات لي هاد القناديره اولا هاد الدراعيه ديال من طنطا من جهه ديال الصحراء، وقلت والله تنتقاسمها معكم لان فرحتني بزاف بزاف وعجبتني بزاف بزاف. شكرا لك اختي بديعه الله يجازيك بخير. انا قالت لي غنصيفط لك شي حاجه ولكن ما كنتش عارفه شنو غادي تصيفط ليا. منين حليت وبان لي هادشي قلت والله تنتقاسموا معكم. رحنا كنتهاداو مع بعضياتنا مع العائله وكيوصلونا ما شاء الله كنتهاداو يعني، وما كنتقاسمش معكم بحال هادشي. لكن في هذا الفيديو قلت ضروري غادي نشكر اختي بديعه من خلال هذا الفيديو هذا، غادي نزيد نشكرها، وغادي نقول الاخوات اللي معايا في يوتيوب اولا في المجموعه ديال الواتساب دعوا مع اختي بديعه بالصحه والسلامه والهنا، ويفرحها ربي بوليداتها. يعني كي كنقولوا الباروك ديال الصحراء صيفطاتو ليا، وبغيتكم من خلال هذا الفيديو تقولوا الله يجازيك بخير اختي بديعه، الله يعطيها صحيحتها ويوقف معاها ويوقف مع وليداتها ويحفظ ليها الميمه ديالها. قد ما شكرتك اختي بديعه ما نوفيكش حقك. انا ماشي كنبين لكم اشنو صيفطات ليا ولا اشنو كنتصيفطوا، ولكن عندنا اخوات سبحان الله واخا ما كنتلاقاوش مع بعضياتنا واخا ما كنعرفوش بعضياتنا، بغيت نوصل لكم من خلال هذا الفيديو عندنا اخوات في الله لله سبحان الله جمعتنا بهم واحد المحبه، واخا ما كنتعرفوش واخا ما كنتشوفوش. شكرا اختي بديعه على الملحفه، ما شاء الله الوينات ديالهم فنين. هاد الملحفات ان شاء الله غادي نفصلهم وغادي تشوفوني كنصور بهم، لان اليديدات كنديروا فيهم لاستيك وكيجيو زوينين كينفعوني في التصوير. هادو كيف كنقولوا الباروك ديال طنطان ديال الصحراء والجهه ديال الصحراء. وما يفوتنيش من هذا الفيديو انني نخلي واحد شكر كبير لمتتبعاتي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، ومتتبعاتي من دول عربيه.
كنقول لكم كنبغيكم بزاف، خليت لكم الراحه والهنا وراحه البال، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. والكود كور ديال هذا الفيديو هو هاد الدرعيه اولا هاد القنيديره هذه الغزاله مع هاد البليغه. وبالصحه والراحه لولدي محمد لقمان، بصحتك وراحتك ولدي.